طيب من الجزائر أستاذ ياسين. أستاذ ياسين هل تسمعنا؟ نعم أنا نسمع فيك. طيب أهلا وسهلا بك ياسين. أنت يعني ستقف أمام المحكمة في 19 من جوان المقبل بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح، يعني وكذلك الأمر هو بالنسبة لعثمان عوامر، عبدو بن جوبي، الأخضر بوزيني. في رأيك هل أنتم كحقوقيين ونشطاء مستقصدون لأنكم تعبروا عن آرائكم في الجزائر؟ أولا تحية لكم، تحية للمشاهدين. الله يحييك. طبعا الحال احنا يعني ماناش شبري بهذه المتابعة هذه. هي درك المهزلة تاع الانتخابات انتهت، درك هما يسوكي برك هاد لابوني تاع لي ميليتون اللي راهم في التيران اللي راهم يتحركوا، ودولة عندها المال بزاف، عندها القوة، عندها هذا براد فورس باش يبينوا لنا باللي مانيش عارف. انا نظن باللي ربما حتى نتصورها اخطر من ذلك، انها محاولة باش يفكرونا باللي قادرين على عشرية اخرى. مادام كاين بعض ليميتون، الشعب شويه الشعب يعني بدا يفيق، بدا يطالب، بدا يتحرك، سون كابابلاتو. هذه هي نظن الصوره اللي راح يحاولوا يوصلوها لنا. مادام حتى بعض المسؤولين كبار في الدوله اللي يموناس تو تان بابل، كما اخرها الوزير الاول اللي يموناس ان بابل ويقول لك باللي ما تنساوش لو تيروريزم. ولا دركا بدات الاغنيه هذه تاع لوطون بدات شويه الشعب يمل منها، درك لازم يحاولوا استراتيجيه اخرى، وهي ترهيب الشعب عن طريق يعني اعتقال ومتابعه قضايا ضد النشطاء النقابيين والحقوقيين. طيب سيد ياسين، يعني هل تعتبر يعني أن هذه ربما الممارسات الردعية والقمعية في بعض الأحيان هي في الحقيقة لا تزيد إلا من الاحتقان لدى الشباب؟ لأن الشباب الجزائري يعني عنده ما يفجر. يعني هل هذه الممارسات يعني راح تردع الشباب، ولا هو أصلا من ظروفه مهيأ للانفجار؟ نظن مانيش عارف إذا كانت مدروسة، ولكن نظن أحيانا راهم يقوموا بأشياء يعني من تلقاء أنفسهم هكا. كاين بعض المسؤولين ربما راهم يحاولوا يقوموا بأشياء، ولا يحاولوا يتصرفوا يعني من تلقاء أنفسهم. المهم نأكد على أنه كاينين فولونتي، برك فولونتي باش يحاولوا أنه يسكتوا إسكات هاد الفاني كما قلت تاع لي ميليتون. وراهم ورطوا، يعني المشكل أنهم ورطوا العدالة الجزائرية. من بكري العدالة الجزائرية يعني مهبة الريح، ودرك زادوا ورطوها أكثر وأكثر. ولا قضاة يعني يوميا نشوفوا باللي كاين متابعات قضائيه ضد هاد النشطاء، وين القاضي يعني حتى احيانا يحكموا تكون احكام قاسيه جدا ضد هاد النشطاء. بالتالي يعني راهم رايحين يلطخوا السمعه تاع العداله الجزائريه. اين كانت العداله الجزائريه؟ وين راح العداله الجزائريه؟ في الفضائح الكبيره اللي راها واقعه في الجزائر. أين هي العدالة الجزائرية؟ في فضائح مثل سوناطراك، فضائح مثل لوطوروت إست وإست. أين هي العدالة الجزائرية في فضائح البنوك؟ يعني والله قاضي، أنا باش نحترموا العدالة الجزائرية، إذا كان يكون قاضي يقدر يتحمل المسؤولية ويتابع قضائيا وزير، ولا يتابع قضائيا المتورطين يعني في فضائح كبيرة، هذاك الوقت نقدروا نقولوا بلي كاين عدالة جزائرية ونقدروا نحترموا العدالة الجزائرية. خير مثال يعني منذ فترة يعني 4 مليار دولار اللي جات دات المالية أناضاكو، فضيحة أناضاكو. ولأنه يعني الشعب عادي يسمعوا باللي تجي أنا لالا هيلاري كلينتون كما قال ديلام فوز في الجزائر تدير 4 ملايير دولار، كما قال ديلام في الكاريكاتير تاعو دير 4 مليار دولار من الشعب الجزائري. والمسؤول الأول راه الآن يعني أكس مينيس راه يدور في الشارع بكل حرية. هنا وراه العدالة الجزائرية، وراه قاضي الجزائر يعني
القاضي الجزائري ويقدر يحاسب الناس كما هو. بالتالي يعني اذا كان يعني بعض النشطاء يعني عاديين حقوقيين او نقابيين جي ترميه في المسؤوليه هنا يعني معليش يعني عندكم قوه، عندكم متسلطين، نقول لهم ديروا رايكم. طيب ياسين، لما يقولوا انكم متهمين بالتحريض على التجمهر، كيف هذا يعني؟ هل مثلا لما تشاركوا مساندة لك كما ساندتوا أمناء الضبط، ربما كما ساندتوا خربة، ربما كما، هل هذا ما مقصود التهمة بالتحريض على التجمهر؟ أي تجمهر يعني يقصدون؟ الغريب في الأمر هو كانت اعتقال تاع أكثر من 20 شخص ذاك اليوم. الغريب في الأمر احنا كانوا اعتقلونا ودونا لمركز الشرطة تاع ساحة شهداء، احنا في 4. الغريب في الامر هو انه احنا الاوائل اللي تم اطلاق سراحنا. لماذا؟ لانه هذاك كانت انتخابات عن الابواب، وكانت يعني ساعتين او 3 بعد الاعتقال تاعنا كانت تنقل عندنا في مركز الشرطه المراقبين الدوليين اللي كانوا هنا، يعني تنقلوا لمركز الشرطه ضباط كبار من الشرطه باش يطمئنوهم باللي راح يتم اطلاق سراحنا، ولكن بعد المغادره تاعهم كان الحال تم اطلاق سراحنا، وحنا الاوائل اللي تم اطلاق سراحنا. الانتخابات بالنسبه لهم فاتت في امان، مروا كل شيء اللي كانوا مبرمجينه، بالتالي بدات المتابعات ضد هذو 4 اشخاص يعني مناضلين اللي كانوا موجودين في مركز الشرطه تاع ساحه شهداء. اما باقي المناضلين تم اعتقالهم في نفس اليوم ولا متابعه قضائيه، يعني ما زال كل المهازل اللي رانا متعودين عليها. طيب ياسين، هل تعتقد مثلا مثل هذه الممارسات هل تثنيك حقوقي وزملائك والشباب اللي راهو ينشط في الجزائر، راح تثنيه مثلا على الإدلاء بصوته والمطالبة بحقوقه مثلا؟ هل تخيف مثل هذه الممارسات الشباب فعلا؟ لا يعني شخصيا أنا هذه راح تكون يوم 19 جوان راح تكون 34 مرة وقوفي أمام القاضي في قضايا من نفس النوع يعني مش حاجة جديدة علي على كل حال ولا طبيعة الحال. يعني أنا لأني كيف تثنيني هذا التعسف هذا، مع اني انا اللي راني على حق وهم اللي راهم على باطل. والله نحب الجزائر اكثر منهم، اكثر من اكبر مسؤول هنا في الجزائر. والله ما كان اللي يحب الجزائر كما نحبوا انا وكما يحبوا هذا المواطن البسيط، وهما والله نتاكد باللي والله ما يحبوا الجزائر. لو كان يحبوا الجزائر كان راها الجزائر ب 204 مليار دولار وكان راح بخير عليها. لو كانوا يجوا يحبوا الجزائر من الاستقلال لغايه الان دوله اللي عندها ثروات، هذه الثروات الطائله يقراها لاباس عليها، وكره ما كانش احتجاجات تاع الشعب هذا. صحيح. طيب ياسين انتم كونوا شطاء يعني وردا على هذه الممارسات هذه، هل عندكم مثلا وقفه احتجاجيه، تنظيم، قد بعثتوا بيان نداء كذا في اي نشاط يعني؟ هي فيها على كل حال الشباب هما ماشي انا اللي راح نطالب الشباب باش يوقفوا التظاهر معنا، هي بالعكس جات سبونطاني يعني الشباب راهم موبيليز ولا النت ربما راكم شفتوها عن طريق فيسبوك مثلا. صحيح. المطالبه بوقفه احتجاجيه تظاهر، وانا هذاك الشيء كي نبادروا توكال يعني بلا نقول حنايا منظمات سواء في الجزائر وفي الخارج منظمات حقوقيه اللي راهم مساندتنا. حنا اللي يهمنا كثير واللي الشيء اللي يعني اللي فرحنا به هو من تشوف عندها لي ميساج الالاف تاع لي ميساج سوتيان شباب بسيط اللي يقول لك رانا واقفين. هذاك اللي شيء كي نبادروا هذاك الشيء اللي نساعدوا به انه معناتها تشوف سوتيان تاع الشباب كيما هكا يقول لك رانا واقفين معكم، وشيء ممتاز كثير. طيب نعم. شكرا لك استاذ ياسين زايد النقابي والحقوقي البارز في الجزائر، شكرا على مداخلتك، حدثتنا من الجزائر. اذا من الجزائر، ربما من الجزائر العاصمه، نتحول الى الجنوب. في ورقلة فشهدت المدينة التي تقع جنوب الجزائر أسبوعا ساخنا على خلفية الاحتجاجات التي نظمها الشباب العاطل عن العمل في بلدية عين البيضاء، حيث أقدموا على احتجاز المركبات التابعة